بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني كتير قوي. بحبكم في الله. هنعمل النهاردة احلى حلا بارد هيرطب علينا في الحر الصعب اللي احنا فيه، اللي انتوا شايفينه دوت. حلا بارد هيرطب علينا حلو قوي، بما ان احنا في موسم المانجا هنستغلها احلى استغلال. معايا 5 حبات من البيض بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت، ومعايا 4 بكاوي من الفانيليا. ممكن تستخدمي فانيليا سايلة عادي، هتديكي طعم وريحة حلوة برضو زي ما انتوا شايفين كده. هنفضي الفانيليا على البيض، وهنزل بمعلقة خل صغيرة، وهنزل بمعلقة محسن جل زي ما انتوا شايفين كده، مش كبيرة قوي. اهم حاجة ناخد بالنا. وكوباية الا ربع من السكر، وكوباية الا ربع من المية. هضربهم ضربة خفيفة كده علشان احس ان السكر بتاعي داب شوية، لان السكر بتاعي سنترفيش حبيبات. معايا كوباية ونص من الدقيق، عليهم معلقتين كبار من النشا ورشة ملح، وهنزل عليهم بمعلقة صغيرة زي ما انتوا شايفين كده من البيكنج باودر او الكيك شيف. هنخلهم على الخليط بتاعي عشان يديني نتيجة حلوة زي ما انتوا شايفين. هضربهم ضربة خفيفة كده بالمضرب قبل ما اشغل علشان الدقيق بتاعي ما يهبش ويبهدل لي الدنيا. وهضرب لغاية اما القوام بتاعي يفتح، الحجم بتاعها يتضاعف زي ما انتوا شايفين كده. هفضل اضرب فيها لغاية اما تبيض وحجمها يتضاعف. اهم حاجة بمعلقة، وهننزل حروف البولة بتاعتي او الطبق بتاعي زي ما انتوا شايفين كده، علشان نضمن ان كل حاجة اتجنست ببعضها. وهديلها ضربة، هنفضل نضرب فيها حوالي 8 دقايق متواصلين، تديني القوام الحلو الهش، وتبقى قوامها زي الكريم شانتيه وحجمها متضاعف زي ما انتوا شايفين كده. ما شاء الله القوام بتاعها بكل مدى بيفتح، وحجمها بيتضاعف، ولونها حلو قوي زي ما انتوا شايفين. خلاص كده معايا صينية وسط. لو حابين ان انتوا تكبروها شوية علشان تبقى رقيقة معاكم، هدهنها معلقة سمنة كبيرة حلوة كده، وشوية دقيق، معلقة من الدقيق كده، علشان الكيكة بتاعتي اضمن ان هي ما تلزقش معايا. وهنزل بخليط الكيكة بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا شيش طاووق او خلة سنان، وهفرغها كده علشان لو فيها اي فراغ، اي هواء او اي فراغات تطلع مني، واخبطها خبطتين وهدخلها الفرن. هتطلع بالجمال اللي انتوا شايفينه دوت، هشة وحلوة قوي. هغطيها بفوطة نظيفة، ومعايا نص كوباية من المية السخنة المغلية، ومعايا باكو من الجيلي المانجا. هدوبهم حلو قوي علشان الجيلي بتاعي يدوب، وانزل عليه بنص كوباية مية ساقعة متلجة. الكيكة بتاعتي زي ما انتوا شايفين ما شاء الله هشة وعاملة زي الاسفنج، حلوة قوي في الوصفة ديت، طعمها حلو قوي وخفيفة. انا قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، فجت الطبقة بتاعتي رقيقة قوي، طبقتين يعني بسمك واحد، فحسيت ان هي هتبقى سميكة قوي، فحاولت ان انا اشيل منها من الطبقة القطنية بتاعتها اللي في النص ديت، وبقيت اقطعها على الوش. ممكن تقطعيها وتفرفتيها في الصينية بتاعتك عادي. ومعايا كوباية من الكريمة، هتديها طعم حلو قوي وغني، وطعمها يبقى جميل جدا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. هسقي الكيكه بتاعتي حلوه قوي. معايا كوبايه ونص من الكريم شانتيه بطعم الكريمه او بطعم القشطه، هتديكي طعم حلو قوي وغني. هنزل عليهم بمعلقتين من السكر وكوبايه ونص من الميه، وهضربهم ضرب مبرح زي ما انتوا شايفين كده لغايه اما القوام الكريمه بتاعتي تنفش وتبقى عامله منقار معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. معايا حبتين مانجا، هقطعهم مكعبات، ممكن تقطعيهم شرايح حسب ذوقك. حلوه قوي طريقه الكيكه ديت، خفيفه جدا، طعمها حلو قوي، غنيه، هتشبع. لو عاملاها لضيوف هتبقى حلوه قوي وهتشرفك لضيوفك. سهله وبسيطه وما بتاخدش وقت. زي ما انتوا شايفين كده اقطع المانجا معايا مكعبات. لو ما عندكيش كريمة ممكن تسقي الكيكة بتاعتك حليب او عصير مانجا، هتديلك طعم غني وطعم حلو جدا. قطعت المانجا بتاعتي مكعبات زي ما انتوا شايفين كده، وركنتها على جنب. جبت الكيكة بتاعتي بعد ما سقيتها، وجبت الكريم شانتيه بتاعي للطعم القشطة.
هسوي الكريمة كده بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت عشان تديني شكل حلو. معايا القطاعة بتاعت البطاطس، هديلها زجزجة كده تدي شكل حلو كده عشان تبان تحت المانجا. وهوزع المانجا بالشكل اللي انتوا شايفينه دوت. اهم حاجة اوزعها ان تبقى كل حتة واخدة مانجا ويبقى طعمها حلو. شايفين ما شاء الله قمر وشكلها حلو قوي وطعمها في منتهى الجمال، منعشة جدا لحر الصيف. بما ان المانجا موجودة في كل الاسواق وسعرها على قد الايد، هنستغلها احلى استغلال. جبت الجيلي اللي احنا عملناه مع بعض ونزلت عليه الطبقة الاخيرة كده عشان تديلها لمعة وطعم حلو قوي. حطيتها في الفريزر لمدة ساعة وطلعتها بالجمال اللي انتوا شايفينه ده. ما شاء الله رهيبة بجد وبألف هنا، وربنا يحسن ما بين ايدينا جميعا يا رب. شايفين ما شاء الله وقوامها حلو قوي وكريمي وطعمها خفيف جدا ومنعشة بجد. شايفين طبقات الكيك رهيبة بألف هنا. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.